بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في بعض النقاط السريعة زي ما دايما عودتكم في شغل أبراج حمام صبر والي. هنتكلم في نقطة سريعة كده مع حضراتكم، نحاولوا بكافة الأسئلة اللي الناس بتسأل عنها. تمام. الأول هنديكم رقم التليفون عشان الناس اللي يكون في بداية الفيديو، عشان الناس اللي هي بتحتاج رقم التليفون. طبعا مع حضراتكم صبري والي. رقم تليفون 01000 739 728 012 74 71 65 99 0 3 8 5 8 30 31. رقم واحد، الناس اللي بتتكلم احيانا بتقول لي هل يا شيخ الاراضي نبني في الارض الزراعية هل ده مخالف ولا مش مخالف؟ هنقول لك ده تبع المحافظات. يعني احنا هنا ما شاء الله تبارك الله بنبني في البرج دي بقالنا فترة، ما فيش لا مخالفات هنا في ارض زراعيه وما فيش مباني حوالينا. وده ان شاء الله بعد الانتهاء برضو عشان يقول لي هل المكان امن ولا مش امن، هيركب سيراميك من بره صاحب الشغل علشان ما فيش حاجه تطلع عليه، لا فار ولا برص ولا اي حاجه. هياخد اللي هو الشويه اللي تحت دول ارتفاع متر ونص، هياخدهم كلك سيراميك. وهيجي مركب باب حديد من تحت. تمام. يبقى انا امنت البرج بتاعي من تحت، وهيعمل له طبله اكره وقفل. يبقى انا امنت برجي من حيث الدخول والسرقه وكلام من ده لو هو بعيد عن بيتك. البرج بتاعي، طب هل هو هيعرف يطلع من فوق ويدخل؟ البرج من فوق بيبقى متقفل تماما بنسبه 100%. الحمام بيدخل ويطلع ازاي؟ الحمام بيدخل ويطلع من الفتحات اللي احنا بنرسم بيها في الشغل دي. تمام. وبتكاثر على الخشب اللي محطوط ده اهو، وبيلعب عليه من بره. وفي طبعا حاجه اسمها شبه احنا بنحطوها بين الابراج عشان تمسك الابراج ببعضها، خشب اهو زي ما انتم شايفين بيبقوا ماسكين الشغل ببعضه. هنخش في عجاله كده نتكلم عن بعض النقاط في الشغل السريعه. دورة الحمام برجين زي دول ما شاء الله تبارك الله، ده الشغل الاول. ودايما ننصح بالخشب العروق مش الجزورين، لان بعد فترة بيسوس الخشب الجزورين. برجين زي دول ما شاء الله تبارك الله هيرتفعوا معانا حوالي يعني نقوله 9 متر 10 متر ان شاء الله. يعني الحمام وشغل الحمام. تمام. الحمام الجزء عندنا دورة الحمام تقريبا، انا لو جبت في بداية الشغل عندي في البرج ده هو مثلا هنجيب للبرجين 300 جوز حمام. للبرجين هنجيب لهم 300 جوز حمام. سعر جوز الحمام 30 جنيه. حمام زراعة، بيجي لك حمام متحصن. تمام. حمام مطير ياكل لوحده. حمام جايبه من برج هتحطه في البرج هيتعود معاك على الشغل على طول. يعني هو ميزته ان هو جاي من البرج هيتحط داخل البرج مباشر، هيعيش يخش على الفخار لان هو متعود على البرج. رقم 2. رقم 3، الحمام بيشتغل ازاي وبنبيع ازاي وشغل ازاي. انا لو جبت 300 جوز حمام مبدئيا مش هناخد من الابراج دي ولا حمامه الا بعد، عشان من باب الامانه مش هنشتغل الصبح ناخد فلوس ونبيع من بعد كده. هتاخد لك لا يقل عن 6 شهور على ما ناخد منهم انتاج كويس. ال6 شهور دول انا لو قلت مثلا ال 300 جوز اللي انا حطيتهم في بدايه في البرج دول هيشتغلوا، لو كل جوز واحد بس طلع جوز زيه في الشهر، يبقى المفروض ال 300 في الشهر هيدوني كام؟ 300 زيهم. انا ليه بنقول لك اصبر 6 شهور؟ مش هنقول لك مثلا شهرين 3. الحمام خليها ينتج معاك بعد 3 شهور. خليها ينتج معاك بعد 3 شهور. 6 شهور دول يكون العملية ال 300 دول هيكونوا 600 و900 بإذن الله. لما ناخد من 900 جوز حمام غير لما ناخد من 300 جوز حمام بيكون الإنتاج أكتر معايا. ده رقم 2. أنا لو خدت من الشغل معايا، لو خدت من الشغل ال 300 جوز حمام، ال 900 جوز حمام أو ال 600 اللي هم معايا في الشغل بقى حاليا بعد ما بنصبر عليهم شوية وبيكتر الحمام، لو خدت دورة الحمام ال 600 مش هينتجوا مرة واحدة، لا، هتلاقي مثلا كل 10 ايام كويس ناخده من ال 600 دول. خلينا نضرب نسبة مثلا الربع او مثلا ممكن خلينا هناخد 70 80 جوز كل اسبوع. يعني مثلا هنقسمهم ال 600 دول على مدار الشهر، اننا هنطلع 600 جوز في الشهر. بس هتاخدهم على كم مرة؟ مش مرة واحدة، هتاخدهم على حوالي 3 مرات او 4 مرات، على 3 مرات او 4 مرات. انا بنجيب لك العمليه ازاي؟ ماشي. لان هتلاقي في حمام بيضه
لسه بايض، وحمام فاكسه متوسط، وحمام كبير. تمام. بناخد الحمام الزغلول اللي هو مستوي ما بيطيرش، عشان في ناس بتسالني طب يا شيخ انا بناخد الحمام ازاي؟ بنطلع الحمامه اللي هي لسه ما طارتش ما اتعلمتش طيران عشان بتكون لحم. الحمامه وهي صغيره بيكون لحمها اكتر من لما بتطير، يكون لسه حجمها حلو. تمام. فانا بناخد الحمامه اللي هي ايه، اللي هي ايه، تندبح، لحمها لسه ما بتطيرش، بتكون لسه ما طلعتش في الفخاره. يبقى انا بنطلع بسهوله على البرج بسهوله كويسه. تمام. هنوريك برضو طبعا بتعمل في السلم المرحله الاولى سلم ارتفاعه حوالي متر. تمام. بنعملوه تحت عشان يسهل عليا في المرحله الاولى ان انا نطلع من تحت لفوق. مثال بيبقى حاجه زي كده هيتعمل سلم لحد هنا، هنطلع عليه بسهوله اهو مثلا. والفخار طبعا متحبك وجامد، وبنحط عادي خالص اهو، سهل خالص اهو، بنحط رجل في الفخاره على الخشب. شوف بين الخشبه والخشبه مسافه اقل من متر. يعني شوف انا واقف والخشبه عندي فين اهو، عادي خالص نطلع بيها. بنبقى برضو الحمام بناخد الحمام معايا من البتاعه، ويكون معايا سله او شكاره اللي هي متخرمه، وننزل فيها ونطلع ايه، ننزل الحمام اللي تحت، بيكون معايا حد بياخد مني ويطلعها لي فاضي. طلعت المرحله الثانيه خلصت الباكيه ديت، نطلع على الباكيه اللي تحتها بسهوله جدا اهو. طلعت جمعت الحمام وكله وبننزل، وهكذا لحد ما بنطلع فوق. بيكون شغل الحمام معايا سهل خالص اهو لحد النهايه. وبننزل الحمام بيكون معايا تحت حد موجود بننزل معاه الحمام عشان ما يطلعش العالي والصوت يروح منكم. تمام. الحمام ميزته رقم واحد، ان حبسته هيكون هيعتمد اعتماد كلي على الاكل من عندك. لو حبسته هيعتمد اعتماد كلي على الاكل من عندك. ميزه البرج ان الحمام بيطلع بره، غالب اكله بيكون منين؟ من بره. تمام. ده لو حبست البرج. زائد بقى طبعا هنتكلم عن سبلة الحمام. ممكن برجين زي دول تصرف برضه عليهم اكل في الشهر تقريبا 600 جنيه، ومش في كل السنه، هيكون تقريبا في الشهور اللي هي ما فيهاش حب، لا فول ولا ذره ولا رز ولا غله، تقريبا بتكون الفلاح يسموه فاهم. الشهور اللي ما بيبقاش فيها زراعه بيبقى شهر كام؟ تقريبا 11 و12 وواحد تقريبا واثنين. يعني بيبقى معاك 3 شهور ولا حاجه في السنه، بيكون الزراعه عموما في الاراضي لا في فول ولا في غله ولا فيه بسله. في الفتره ديت انت بتعوض الحمام اكل. طبعا عشان ما نطولش على حضراتكم في الفيديو، اي استفسار اتصل علينا مع حضراتكم صبري والي. رقم التليفون تاني 01000 739 728 012 74 71 65 99 03 وحايد 858 30 31. هنديك خلفيه عن السبله اللي بتكون في الارض برضه. سبله الحمام ده حاجه مهمه خالص للناس اللي عندها الزراعه طبعا. ولو حد اصحاب اراضي عايزين مني سبله حمام عادي خالص مفيش مشاكل، بنورد السبله وانا بناخد منك الحمام الانتاج. وبعد ما بتنتهي البرج الحمام اللي بتعوزه انا برضه بنجيبه لك ان شاء الله، وبنتابع معاك في تحصينات، وبنتابع معاك في شغل الحمام كله. حتى على الاقل لو انت بعيد عني اضعف الايمان بنتابعك بالتليفون. تمام. فالسبلة الحمام بتنباع بالطن وبالكيلو، حاجة غالية طبعا. ماشي. اصحاب الاراضي بتوفر عليك نسبة يعني 80% من الكيماوي. بس تعال لنا بقى عم اسلام هنا وتعالى بقى من بره فينا كده. طبعا زي ما قلنا لكم ايه رايك بقى في شغلنا يا عم اسلام؟ بالله عليك يعني ايه رايك في شغلنا كده وامانتنا معاك؟ وانت طبعا من اول ما كلمتني ما شاء الله تبارك الله ربنا يبارك لك. تمام وشغل عال والله. اسلام طبعا صبر الله يبارك له. يعني انت تنصح بقى لو حد عايز يعمل ابراج بقى بالله عليك يا اسلام؟ ايوه يعمل على طول، يجيب الشيخ صبر على طول ما فيش كلام. الله يكرمك. انت انت مبسوط يعني من الشغل بتاعنا؟ بس بامانه يعني سيبك من اي حاجه. احنا في شهر رمضان يا جماعه برضه بنشتغل واحنا صايمين والحمد لله رب العالمين، وبنروح كل مكان وبنلف كل المحافظات. يعني ان شاء الله احنا خلال اليومين الجايين ده هم رايحين سوهاج ورايحين برضه اسيوط، وبعدهم ان شاء الله بقى يكون عدى الفطار كده على خير رايحين اسوان. ماشي. وبنشتغلوا في كل محافظات الشرقيه والاسماعيليه وبراني ومطروح وسيوه وخط الساحل كل مكان بنشتغله. دعواتكم بس لينا كده ان شاء الله من مكان لمكان ومن محافظه لمحافظه بالتوفيق، وربنا يعيننا كده ونحاول نلبم جميع طلبات الناس. واي استفسار تاني عن حاجه انا ما قلتهاش اتصل بيا، ما يهمكش اي حاجه واستفسر براحتك وكلمنا على ارقامنا. ماشي.
دعواتكم بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.